قال بعدين جات أم المزة وأنا عاد فيني هزة من تخديرهم والبرزة. قالت ثبت السماء يا رحمن، جد لي يا غفور بالغفران، وابعد وسوسات الشيطان وجعلنا نعيش في راحة. واو. صلي على النبي المختار، له في قلبي على مقدار من أسقط طغاة الكفار وأضاء الوجود مصباحه. واو. من بعد الصلاة يا ربي بشرح كيف قصة حبي، واشرح كيف رفرف قلبي وسط العاصمة بجناحه. نعم. تلك الفاتنة ذي طلت، شلتني معاها شلت، ما عاد حس فيني خلت، فعلا إنها سفاحة. صدفة شفتها في المشفى جانب أمها تتخفى، وبلحظة طلبت الإطفاء من نظراتها اللفاحة. لما أمها شافتني قالت وش معك يا ابني؟ قلت البطن ذا توجعني 5 سنين ماشي راحة. قالت لي شفاك الرحمن ويش الاسم؟ قلنا عدنان. وانت ايش عندك تعبان؟ قالت عدني مرتاحة، لكن عند بنتي يقولون خلاها مثيل المجنون، من باطل سعود الملعون دي يقصف بكل وقاحة. قلت لها وانا يا مزيون عندي مثل بنتش قولون، خلاني كئيب ومحزون هاجمني بكل رماحة. بعدين عالجونا الاثنين، هي بدأت ودوري بعدين قاموا خدروا ذاك الزين ثم ادوا لها الجراحة. بعدين صيحوا في دوري لجلا يعملوا ناظوري، وانا قمت ابدل فوري وامتديت في الطراحة. واو. بعدين جات ام المزة، قال بعدين جات ام المزة وانا عاد فيني هزة من تخديرهم والبرزة. قالت ثبتوه بالراحة. واو. ثم اتيت يوم الثاني ولقيت الغزال الغاني، قلت لها برمش عياني انت امس ذي في الباحة؟ قالت ايه قصدك يا حج، زرناك امس وانت ممنج وانده في فزعد الشنج. قلت العفو يا لماحة. قالت يوه هذا عادي، هذا بفعل غير ارادي، لا دحرج يا ابن بلادي، هو تخديرهم وجراحة. قل لي كيف جاك القولون؟ قلت الحال ما هو مزيون، واغلبها حياتي محزون من جور الزمن ورياحة. قالت لي وكانت شكي يا عكي عليك يا عكي، الله يحفظك ويبقي طول العمر لك وصلاحة. والله. بعدين رحت عند الدكتور وانا بالسعادة مغمور، هو يسأل وانا كالمخمور روحي عندها رواحة. كان بمناقشة يزعجني وانا اقول له خارجني به دكتور عيعالجني، قمري غرته وضاحة. قمت ورحت ادور قلبي، ذي قد صار عنده مسبي، عند اللي اتابه ربي ذي صاب الفؤاد بسلاحه. صدفة شفتها تتجول، قالت ايش قالوا تفعل من اجل الالم وجراحه؟ قلت اليوم صدري مرتاح، شوفتكم تزيل الاجراح، اما الطب كله ارباح ما عبش امل بنجاحه. كانت عنها تشرح لي وانا في الجمال اسرح لي، واهم في هواه واسبح لي، يسعد لي مساء وصباحه. قالت باغيه كليه، قد كملت في الثانوية والنسبة تمام وقوية، جاءت من ذكاء ورجاحة، لكن عادني محتارة مدري أي قسم اختاره، وإن لك في العلوم مهارة قل لي أي قسم اشتاحه. قلت ما لغات وإتقان، أو في الصيدلة والأسنان، ولا في علوم البنيان، ولا في الفنون والواحة، ولا في علوم الحاسوب ذي متعلقة باللابتوب، بس العزم لازم مطلوب وتكوني ملك في الساحة، ولا تدخلي ليش قلبي. قولي ليش. قال ليش. قال قال ولا في تدخلي ليش قلبي، احسن قسم جابه ربي، ولا في العيون تخبي، عيشي داخلي سواحه. الله. قالت وانت هي شو قسمك؟ ما قد شي عرفنا اسمك، ما احلاك واحلى رسمك، منك المرجله نضاحه. قلت الاسم والله عدنان، والكنيه ابو العز احيان، بس الان يمكن سرحان في حسنش وفي اصباحه. طالب هندسه في البترول، بتخرج وزير ومسؤول، ادرس في لا مجهول، عازب ما جنى شرباحه. صباح. قفري راس يا بالصخري. والله ان انا قاعد احرق القصيده، انا قلت انزلها بعد العيد، زريت اكملها كمل طويله عادي طويله. كملها يا كمل كمل يا عدنان. لا 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 لا، كمل كمل. كمل. اسمعني، صلي على النبي. والله اني حرقت لكن يلا. طيب لا، صلي على النبي. عجب لك اختراع. اي حين تكمل، اي حين تكمل، اذا وصل المقطع هذا ترند وقفه. تم. خلاص وهذا كلام والله صدق انا جالس اتعب نفسي على الفاضي. الخبره موجوده. فكرة حلوة. واحد